فاكر انك تعرف بلوى كويس؟ المسلسل مليان تفاصيل مخفية أغلب المعجبين مش بياخدوا بالهم منها خالص. دي الأسرار اللي لازم تشوفها. 1. بريتزل عنده أمين. في مشهد في الفصل الأطفال بيتكلموا عن الحيوانات الأليفة والسناكس. بريتزل بيذكر أمهاته وهو بيتكلم عن خنزيره الغيني اللي هرب. أيوة، زي لما خنزيري الغيني هرب أمي قالت لي ممكن يرجع تاني. هو أنهى بسرعة، فكتير من المشاهدين ممكن ما ياخدوش بالهم منها أول مرة. المسلسل ما عملش منها موضوع كبير. عائلة بريتزل بتتقدم كجزء طبيعي من الحياة اليومية. بالطريقة دي بلوى بيعرض أنواع عائلات مختلفة من غير ما يوقف القصة عشان يشرح حاجة. 2. Stranger Things. في حلقة السيسو تشيلي وماما بومبوم بيتكلموا بهدوء وهم قاعدين والأولاد بيلعبوا. أصواتهم بتبقى أوطى لما بيتكلموا عن مسلسل. الاتنين بيحبوه. يا ربي رجعوكي في الموسم الرابع. أيوة فعلا، انتي ما شفتيش تروي مام؟ نتكلموا عن شخصية ومكان كله تلج وبعيد جدا. اللي بيتابعوا Stranger Things هيفهموا هم يقصدوا ايه. المتعة في المشهد ده انك بتشوف 2 أمهات بيستمتعوا بنفس الحماس اللي بيحس بيه الفانز لما إعلان جديد ينزل، وده بيورينا فيه رابط صغير بين حديقة بلوى وعالم مليان غموض. 3. بلوى بتتعلم فنون قتالية. في ليلة من الليالي العيلة بتطلع الزبالة. بلوى لابسة بدلة كاراتيه. في الأول الحزام بتاعها أبيض، بعدين بيتغير للأصفر وهي بتتدرب وبتتطور. المسلسل مركزش على التغيير ده بيظهر بهدوء، وده بيخلي المشاهدين يلاحظوا تقدم بلوى مع الوقت. دي تفصيلة صغيرة بتوضح اللي بلوى بتعمله بعيد عن القصة الرئيسية. 4. رسمة لطيفة. في بداية حلقة بينجو بنشوف أوضة بينجو. على الحيطة في رسمة لبلوى وصاحبتها جان لوك وهما بيبتسموا مع بعض. الرسمة دي مهمة لأنها بتفكرنا برحلتهم للتخييم. في المسلسل نفس الرسمة بتظهر تاني وقت ما العيلة بتتكلم عن عيد الأم، بتكون في نفس المكان على الحيطة. ده بيبين إن بلوى لسه فاكرة صاحبتها والرحلة. في الحلقة الأصلية بنشوف شراب القياب على الترابيزة، وده بيدل إن جان لوك كندي فرنسي. لما بنشوف الرسمة تاني ده بيورينا قد إيه بلوى بتقدر صداقتها. 101 كلب دالميشن. في حلقة الأخطبوط القصة بتروح لبيت كلوي. البيت حديث وبيبرق تحت الشمس. الرقم اللي على الباب هو 101 وده تلميح صغير. عيلة كلوي من نوع دالميشن، ورقم البيت إشارة لقصة 101 كلب دالميشن. التفصيلة دي سهل تعدي على أي حد، بس بتكافئ اللي فاكرين القصة الكلاسيكية. 6. إحنا قابلنا بوكي دانستون قبل كده. في حلقة العلامة فيه سمسار عقارات ودود اسمه بوكي دانستون. هو قابل باندت من زمان لما باندت كان صغير. واحد من زمايله في الفصل كان حاجة خلت باندت يبطل يرسم لفترة. الزميل ده كان اسمه بوكي دانستون، ولما باندت بيتكلم عنه في حلقة التنين بيعرض الذكرى دي بعدين، وبوكي بيرجع كشخص بالغ. الماضي اللي بينهم بيوضح ليه باندت بتصرف بالطريقة دي. 7. الإشارات المخفية في بلوى مخبيين. في اللعب بعض اللعب في عالم بلوى بتشير للعب حقيقية. شاترميكس ساعات بيظهر بنفس طاقة لعبة الفيربي. العربية الصغيرة بتاعت بلوى بتفكر المشاهدين بعربية كوزي كويب. بولي بوبي اسمها، قريب من خط ألعاب مشهور. بعض اللعب شكلها زي شخصيات من ألعاب أو أفلام، مثلا دمية قطنية شبه سانس من أندرتيل، وكرة عليها نجمة شكلها جاي من توي ستوري. اللعب دي بتخلي مشاهد وقت اللعب أكتر متعة للمشاهدين اللي بياخدوا بالهم منها. 8. بينجو بيلعب لعبة معروفة في العربية. في حلقة العلامة العيلة مستنية في العربية، بينجو بتحرك صوابعها على الإزاز وبتنط من حاجة للتانية. دي نفس اللعبة اللي تشيلي علمتها لها في رحلة لما التابلتات اتنسيت في البيت. اللعبة بسيطة لكن ممتعة. لما نشوف بينجو بتلعبها تاني ده بيورينا ازاي الألعاب الصغيرة بتفضل مع العيال. ده تذكير دافي بالتقاليد البسيطة. 9. إنديانا جونز. في مشهد باندت والبنات بيجروا في التركة. باندت بيدحرج كرة يوغا كبيرة ناحيتهم، ده إشارة لفيلم غزاة تابوت العهد المفقود، وكمان سماها لعبة الغزاة. الكرة اللي بتدحرج زي مشهد الصخرة المشهور في الفيلم. بعدين باندت بيقول مفيش تذكرة وبيرمي بلوى على بين باك. أنا ما عنديش واحدة. ده شبه لما إنديانا بيرمي شرير من منطقة زبلن. الأطفال بيستمتعوا بالمطاردة والكبار بياخدوا بالهم من الإشارات. 10. سيد الخواتم. في الحلقة بينجو بتجري ناحية باندت بعصاية الريش بتاعتها. باندت بيمد دراعه وبيصرخ مش هتعدي.
بعد كده أوضة المعيشة بتبقى شبه الكوبري الناري في سيد الخواتم. بعدين في إشارة تانية لما الجد بيستخبى مع البنات تحت جذور الشجرة. طريقة تصوير المشهد تشبه اللقطة اللي الأربعة هوبت بيستخبوا فيها من الفارس الأسود. الفروع الملتوية والشخصيات اللي واقفة مكانها بيعيدوا اللحظة من الفيلم من غير ما يكون واضح. 11. الكلب الطويل. الكلاب الطويلة واحدة من أكثر التفاصيل المخفية الممتعة في بلوى. بتظهر في أماكن كتير، على الرفوف، ورا اللعب، في الدواليب، الشبابيك، وحتى في مشاهد العطلات. بعضهم عنده خطوط وبعضهم لابس حفاضات وفيه اللي لابس قبعات سانتا صغيرة. سهل تفوتهم لأنهم بيندمجوا مع الخلفية. لما تلاقي كلب طويل بتحس كأنك لقيت كنز صغير بيربط الحلقات ببعض، كأن المسلسل فيه خريطة سرية مستخبية في المشاهد. 12. بلوى بيحب يشير لأعمال تانية مشهورة. أحياناً بلوى بيشير لقصص أو أفلام تانية. المسلسل ممكن يلمح لحاجات زي أوز، إنديانا جونز، أو بينك فلويد. الإشارات دي مش بتسيطر على القصة، الكبار يقدروا يلاحظوها بسهولة. الأطفال يقدروا يستمتعوا بالحلقة حتى لو ما فهموش الإشارات دي، وده بيخلي المسلسل ممتع لكل الأعمار. 13. جاك وراستي عايزين يلعبوا جيش. بعد ما كاليبسو خلصت الحكاية، جاك وراستي طلبوا يلعبوا جيش تاني. ده زي مغامرة قبل كده لما جاك اتعلم يركز. لما اتبع قيادة راستي الهدية والواثقة، حماسهم بيبين قد ايه اللحظة دي كانت مهمة ليهم، حتى لو ما تذكرش تاني ان والد راستي بيخدم في مكان بعيد. القصة بتفكر المشاهدين بالعلاقة اللي الأولاد بنوها وهم بيلعبوا مع بعض. 40. رقم العربية عليه رسالة سرية. عربية عائلة هيلر فيها تفصيلة مخفية على لوحة الأرقام مكتوب عليها 419 HLR. كتير من المعجبين شايفين إن ده إشارة للون أزرق هادي بيناسب عائلة هيلر. المسلسل عمره ما أشار للموضوع ده، بس أول ما المشاهدين يلاحظوه بيبقى نكتة داخلية صغيرة بينهم. اللوحة بتظهر بهدوء في حلقات كتير وبتضيف متعة زيادة للمشاهدين الملاحظين. 15. اللمحات المخفية العبقرية في بلوى. بلوى فيها تفاصيل صغيرة مخفية في كل حلقة. أوقات كرة تنس بتدحرج في المشهد من غير ما حد ياخد باله، ولعبة على شكل كلب طويل ممكن تظهر على رف. التفاصيل دي هادية ومتشتتش الانتباه عن القصة الرئيسية. الأطفال ممكن يفرحوا لما يلاحظوا الكرة، والكبار بيستمتعوا لما ياخدوا بالهم من الحاجات الصغيرة في الخلفية. كل حاجة مخفية بتضيف متعة زيادة للقصة. 16. أذواق تشيلي الموسيقية. لما تشيلي بترجع من الجري مشغل الموسيقى بتاعها عليه تصميم منشور شكله شبه غلاف ألبوم بينك فلويد الشهير. النسخة اللي على طريقة الكلاب بسيطة، الأطفال ممكن ما ياخدوش بالهم منها، لكن الكبار يقدروا يلاحظوا الإشارة دي. المشهد البسيط بتاع الجري ده بيورينا شوية عن ذوق تشيلي الشخصي وشخصيتها. 17. فاير امبلم إيستر إيدج. في هامر بارن في نكت كتير في الخلفية. واحدة من التفاصيل المخفية هي مجموعة من الملصقات على الحاجات وعليها أسماء من سلسلة فاير امبلم. الملصقات دي بتظهر بسرعة على رف عربية التسوق، أغلب المشاهدين مش بياخدوا بالهم منها. الرسامين ضافوها كإشارة هادية للسلسلة. هي مخفية في واحدة من أكثر المشاهد زحمة في المحل. 18 فلوس جنية الأسنان. ورقة $5 اللي بلوى أخدها من جنية الأسنان مش بتختفي بعد حلقة واحدة، بتظهر تاني في حلقات تانية، بتتشاف في الجيوب والقبعات وطبق العازف في الشارع وحاجات تانية. الستيكر الصغير اللي على الورقة بيساعد المشاهدين يتابعوها. المعجبين بيستمتعوا لما يلاحظوا هي ظهرت فين بعد كده. ده بيخلق قصة صغيرة في الخلفية بتتحرك بهدوء في عالم بلوى في الوقت اللي العيلة بتعيش مغامراتها اليومية. 19. فرقة القطط. في الحلقة اللي عائلة هيلر فيها بتستعد للفرح نسمع تشيلي وباندت وسترايب وهم بيغنوا أغنية صغيرة بتنتهي بفرقة القطط. فرقة القطط. لو ركزنا حوالين البيت حنلاحظ استيكرات فرقة القطط على الحيطان ومغناطيس على الثلاجة وحتى سرير لعبة عليه صور فرقة القطط. الموسيقى اللي شغالة في الخلفية جاية من برنامج فرقة القطط الخيالي، وكمان فيها سولو جيتار صغير وأصوات مواق. الإحساس كده إن البرنامج كان عايز يورينا إن بلوى وأصحابها كمان بيحبوا مغامرات تلفزيونية صغيرة زي الأطفال في الحقيقة. حاجات فرقة القطط بتظهر في كذا حلقة بس ممكن تفوتك لو مش مركز. 20. أهالي وينتون وأهالي الترير بلاقوا نهايتهم السعيدة هم كمان. في خلفية حلقات تانية بنلاحظ إنه والد وينتون كورنيليوس ووالدة الترير ابتدوا يقربوا من بعض
في الحلقات اللي فاتت شفنا كورنيليوس بيخرج في مواعيد غرامية مع كلاب مختلفة، وكان باين عليه شوية حزين. في حلقة الموسم الثالث اللي اسمها بيرفكت كان باصص لتحت في نزعة، وده كان بيدل إن الأمور مش ماشية كويس. بس في حلقة تي في شوب منشوفه هو وأم التريير بيقضوا وقت مع بعض، وفي نهاية حلقة ذا ساين كانوا ماشيين بالعربية مع بعض والأولاد ورا. دي كانت شوية تفاصيل مخفية لاحظناها في بلوي. إيه أكتر واحدة فاجئتك؟ أو لو لاحظت حاجة إحنا ما ذكرناهاش قول لنا في التعليقات تحت، وزي دايما هنشوفكم في الفيديو الجاي.